السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من مطبخ سيسي. النهاردة بقى حبايبي هنعمل الرز حبة وحبة. بصوا كده معانا كيلو رز. طبعا هنغسل الرز الاول غسلة محترمة كده. نديله غسلة كده حلوة معتبرة عشان ينضف معانا خالص كده. بصوا حبايبي كده بعد ما صفينا الرز هناخد تقريبا نص الكمية. الرز بحبة وحبة بيتعمل بنص الكمية، يعني دول كده معايا كيلو رز هناخد نصهم، يعني هنعمل نص كيلو. هنحمره طبعا النص كيلو ده ايه في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده تقريبا نص الكمية. بصوا دول نص الكمية. طبعا النص اللي احنا طلعناه ده هنحمره دلوقتي في السمنة او في الزيت خلاص على النار، بس انا يفضل سمنة. تعالوا نشوفوا كده هنعملوه ازاي على البوتاجاز. معانا كده حبايبي حلة على النار، هنحط فيها معلقتين سمنة، كده معلقتين مليانين سمنة. والله انت عايزة تحطي حبة سمنة وحبة زيت مع بعض ماشي، عايزة تحطي سمنة بس ماشي. انا بصراحة بحب اعمل الرز بالسمنة بس، مش بحب فيه الزيت يعني، فانتي وراحتك يعني. اول طبعا ما السمنة تقدح طبعا اهم حاجة السمنة تقدح عشان خاطر الرز ما يلزقش مننا في الحلة، لان دي يعتبر الحلة دي مش تيفال، يعني سهل جدا الرز يعني يلزق فيها كده. خلاص ننزل بالرز بتاعنا نص الكمية اللي احنا كنا اخدينها في الطبق. نبدأ بقى نقلب فيها، احنا محتاجينها توصل للون الذهبي كده. نقعد بقى نقلب. بصوا حبايبي كده خلاص الرز عطى اللون الذهبي او البني كده. على طول هننزل بكوبايتين ميه، كده كوبايتين ميه كبيره. انا الكيلو معايا بياخد كوبايتين ميه كبيره ماشي. وهقول لكم طريقه برضو تعرفوا كده الميه مظبوطه ولا لا. طبعا دلوقتي هننزل بقى باقي الرز عشان يغلوا مع بعض. كده حط معلقه ملح، نقلب كده. الرز هيحتاج ميه معانا. تقريبا يا حبايبي الربع كان مكملني كيلو وربع رز تقريبا، لانه كانوا فعلا ما كانش كيلو بالظبط،
كان اكتر شويه، فكده هحتاج معايا ميه شويه. بصوا بقى، انا كانت دايما مامتي بقى ايه تعلمني ايه، ان انا احط المعلقه في النص كده. وقفت، يبقى كده معيار الميه مظبوط. طبعا هتدوقي الملح، لو مظبوط كده تمام هتغطي. هنعلي النار شويه، اول ما الرز يغلي هنوطي عليه خالص ونسيبه شويه. تمام. والرز كده من النوع اللي هو بيتعمل بسرعه قوي، يعني اقل من ربع ساعه هتلاقي الرز خلاص معاكي. بصوا حبايبي كده الرز خلص معانا. بصوا الرز عامل ازاي، ما شاء الله، متماسك ومفلفل وجميل جدا. بصوا بصوا، بجد جربوه هيعجبكم جدا.